السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين يا رب تكونوا بخير. معاكم مس داليا واهلا بيكم فيديو جديد للصف السادس الابتدائي مادة اللغة العربية. النهارده هنحل اسئلة كتاب الاضواء على القواعد النحوية، انواع خبر كان واخواتها. ما عندنا نشاط واحد. كلمات الملونة تعرب خبر لفعل ناسخ. خبر في الجمل السابقة يتكون من كلمة واحدة. نوع الخبر مفرد. نشاط 2. خبر في الجملة السابقة يتكون من أكثر من كلمة. بدأ الخبر في الجملة باسم. نوع الخبر جملة اسمية. نشاط 3. خبر الفعل الناسخ في الجملة هو ينفع. نوع الخبر جملة فعلية. نشاط 4. الخبر في الجملتين السابقتين هما معا اللي هو ظرف وجر ومجرور. نوع الخبر شبه جملة، هنا لا يحتاج إلى رابط. نشاط 5. اعرب. أنا هعرب مثال وهحذفه وأعرب اللي بعده، تمام؟ فأنت بعد كل مثال وقف الشاشة، اكتب براحتك وبعد كده كمل معايا. ليس هنا فعل ناسخ اللي هو رقم ألف، فعل ناسخ، تمام؟ بعد كده عندنا اسم ليس، تمام؟ اسم ليس مرفوع بالضمة، تمام؟ بعد كده عندنا سهلا خبر ليس منصوب بالفتحة، تمام؟ بعد كده رقم ب يبيت برضو فعل ناسخ، والجندي اسم يبيت مرفوع بالضمة. بعد كده ساهرا خبر يبيت منصوب بالفتحة، وعلى حرف جر، والحدود اسم مجرور بالكسرة، تمام؟ بعد كده رقم ج يظل برضو فعل ناسخ. أبوك اسم ظل مرفوع بالواو لأنه طبعا اسم من الأسماء الخمسة. أخا خبر ظل منصوب بالألف. للجميع حرف جر اللام، والجميع اسم مجرور بالكسرة. بعد كده رقم د أصبحت الأمانة منتشرة بين الناس، برضو أصبح فعل ناسخ. الأمانة اسم أصبح مرفوع بالضمة. بعد كده خبر أصبح اللي هي كلمة منتشرة منصوب بالفتحة، وبين دي ظرف في مكان، والناس دي مضاف إليه. بعد الظرف بيجي مضاف إليه، مضاف إليه مجرور بالكسر، تمام؟ بعد كده نشاط الأضواء هنا عايزين نستخرج الخبر ونوعه. كان ابن الهيثم عالما، هنا طبعا مفرد. هنا تجهز جملة فعلية. بجوار شبه جملة جر ومجرور، طبعا عايز تكتبها اكتبها. هنا مضيعة دي مفرد. انتاج هما وفير دي جملة اسمية، تمام؟ بعد كده هنا قالك رقم 2 وقف الشاشة بعد كل سؤال اكتب براحتك الإجابة وبعد كده كمل معايا. كان البائعون عايزين خبر شبه جملة ظرف بين الشوارع مثلا. رقم ب ليست البرتقالة
لونها جميل. رقم ج باتت الأم في البيت. يظل الموهوب يظهر موهبته. تمام. صار العاملان نشيطين عفوا. صارت العلوم تنفع صاحبها. أمسى الأب في العمل. أصبحت الفتاة شعرها جميل. ظل السائح مثلا مبهور. تمام. مبهورا. ميم ب ه واو ر ألف عليها تنوين بالفتح. بات الجندي يدافع عن وطنه. وقف الشاشة اكتبهم كلهم بعد كده كمل معايا. ويستحسن ان انت تنقل معايا سؤال علشان لما بتتملي الشاشة بتحس ان الاجابات كلها دخلت في بعض. تمام. ممكن تتلخبط انت معايا. نشاط 3 بين برضو نوع خبر كان. امسى المخلص يحبها، ده طبعا جملة فعلية. السماء سحبها كثيفة، هنا اسمية. معتزة المفرد. بين شبه جملة اللي هو ظرف مكان يعني. يقاتلون فعلية، جملة فعلية. في حاجة هنا شبه جملة. فوق شبه جملة برتين. تمام. نشاط 4 أكمل بخبر، وبرضو عايز نوعه. يصبح الزحام مثلا نكتب مضيعة للوقت، وهنا طبعا مفرد. أمست المدينة مزدحمة، برضو مفرد. كن صبورا، برضو مفرد. ظلت السماء سحابها كثيفة، بلاش كثيرة. هنا تبقى جملة اسمية. رقم د. هاء تصبح القراءة فوائدها كثيرة، دي اكتبها فاء، ودي طبعا جملة اسمية. واو صارت الحدائق مثلا تزدحم بالناس، ودي جملة فعلية. زين بعد كده كان الصيادان ماهرين، ودي مفرد. يظل المجدون نشيطين. تمام. وهنا برضه تبقى مفرد رقم ح. بعد كده نشاط 5 حول المفرد لخبر جملة والخبر الجملة المفرد. هنا أمسى الطائر يغرد. ليس الكسول مجتهدا، هنبقى يجتهد. يظل العلم أثره واضح، هنقول واضح الأثر. رقم د. أضحى المعلم يخلص في رسالته، مخلص في رسالته. كان القمر منظره رائع، هتبقى رائع المنظر. صار الطلاب متفوقون، هنقول يتفوقون. زين بات المريضان يتألمان، هنقول متألمين. ليس المهمل ناجحا، هنقول ينجح. تمام. رقم 6 اعرب ما تحته خط.
هنا عندنا منتبهات هتبقى خبر ظل منصوب بالكسرة. تمام. هنا خبر الحلم أصبح حقيقة هتبقى خبر أصبح منصوب بالكسرة بالفتحة عفوا. تمام. ب ف ت ح ت مربوطة. كان موظفون هتبقى اسم كان مرفوع بالواو. كان جحا شخصية هتبقى خبر كان منصوب بالفتحة. ظل العاملان هتبقى اسم ظل مرفوع بالالف. صار التلاميذ متفوقين هتبقى خبر صار منصوب بالياء. تمام. وقف الشاشة اكتبهم كلهم، بعد كده كمل معايا الفيديو. بعد كده نشاط 7 عايزين اعراب رقم ألف هتبقى باتا دي فعل ناسخ. الفعل الناسخ دي هتكتبها عند كل واحدة، عند باتا وسارة وأمسى. تمام. أما بالنسبة للاسم بتاعه اللي هو زي كلمة القمر والجو والتلميذ اللي أنا حطيت تحتهم خط، دي هتقعد تقول لي اسم مثلا اسم باتا أول واحدة مثلا، بعد كده هتكتب كلمة باتا، شيل باتا واكتب سارة اللي هي في رقم ب اللي عليها دايرة، وبعد كده شيلها واكتب أمسى، وبعد كده مرفوع بالضم. تمام. بعد كده تعالى بقى الخبر، أول كلمة وخبر هتبقى خبر باتا منصوب بالفتح. بعد كده التانية هتبقى دي اللي هي مبتدأ أمطاره. تمام. والمبتدأ مرفوع بالضمة. وغريزة غزيرة هتبقى خبر مرفوع بالضمة. وبعد كده نقول والجملة الاسمية في محل نصب خبر صار. تمام. بعد كده تعرف رقم ج يستذكر هتبقى هنا فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. دروسه مفعول به منصوب بالفتح. بعد كده تكتب والجملة الفعلية مبنية في محل نصب خبر أمس. تمام. نشاط 8 احذف الفعل الناسخ، وزي ما قلنا السؤال ده من أهم الأسئلة اللي لازم يجي. كان هنحذفها، ومنير ده هتحذف لي الألف بالتنوين بالفتح وحط لي ضمتين على الراء. أصبح هنا هتبقى نحذفها، وهنا مجدان هتبقى بالشكل ده. كنا هنحذفها ونخليها نحن، ومنتظرين دي هتبقى واو ونون. الحديقة صارت نظيفة، الحديقة نظيفة. وشيل لي بس التنوين بالفتح اللي على التاء المربوطة، خليه تنوين بالضم. بعد كده عندنا نشاط 9 اعرب هما الطعام. الطعام ده هتبقى خبر تمام مرفوع بالضمة. أفاد الجسم مفعول به منصوب بالفتحة. ركوب الخيل مضاف إليه مجرور بالكسرة. بعد كده تعالوا مع بعض الاستخراج. كل فعل ناسخ واعرب الاسم بتاعه. عندنا أصبحت والمحافظة دي الاسم،
بعد كده صارت والرياضة دي الاسم، وكان وعمر ده الاسم تقريبا، وفي كان هنا تاني، والطعام ده الاسم. تمام كده تقريبا مفيش تاني. الاسم بقى هتقول لي اسم وتكتب لي مثلا اللي هو ايه، اللي هو كان او صار او اصبح. تمام على حسب الفعل الناسخ. وبعد كده مرفوع بالضم. تمام مرفوع بالضم. تمام. بعد كده عايزين كل خبر ناسخ برضو نفس الكلام. عندنا على الصحة، عندنا هنا كلمة اللي هي يقول، هنا خاليا، هنا ممارسة. أول واحدة هتبقى شبه جملة، وخاليا ومع ممارسة هما الاتنين مفرد، وهنا دي جملة فعلية. بعد كده عايزين اسم معرفة. عندنا الطعام اسم نكرة، ضروريين أو ضروريين. بعد كده مثنى هي ضروريين. تمام. بعد كده الإعراب بتاعه أنا هنا المفروض، طب خلينا في أمرين أحسن. أمرين هتبقى مفعول به. تمام منصوب بالياء. احنا خدنا امرين بدل الكلمة الاولانية علشان دي اعرابها احنا واخدينه، لكن التانية دي اعرابها حاجة تانية هتاخدوها بعدين في اولى اعدادي. بين نوع خبر كان، هنا هتبقى شبه جملة، وهنا اظهارها هتبقى جملة اسمية. تمام. نشاط 10 اعرب يعمل طوال تاريخه. عندنا هنا هتبقى مفعول به، لا عفوا هتبقى مضاف اليه. مجرور بالكسرة يقصدها كل، هتبقى عندنا مفعول به منصوب بالفتحة. بعد كده خبر لمبتدأ، عنوان، نوع مفرد، فعل، كل فعل ناسخ عندك حد الاسم، ادي الفعل وادي الاسم وادي الخبر. هنا اصبحت وادي الاسم وادي الخبر، اضحى الاسم والخبر، عفوا الخبر محبين. تمام. بعد كده عايزين اسم مجرور، الطمأنينة اسم نكرة، راغب، معرفة، السكينة. باين نوع خبر، هنا جملة فعلية، هنا مفرد. ادخل كان يبقى كان المصريون مخلصين. نحن ساعون للخير، أصبحنا ساعين للخير. تمام. بعد كده نشاط 11 تنتظر منكم الكثير، مفعول به منصوب بالفتحة. بقى الصدق طبعا الباء حرف جر، والصدق اسم مجرور بالكسرة. بعد كده استخرج، عايزين خبر لمبتدأ بس يكون جملة فعلية. ثواني ندور على اي حاجة. عليكم تنتظر. تمام. جملة بس يكون مفرد. عندنا هنا سبيل، عايزين فعل ناسخ، سيظل الاسم، المصريون، أبناء دي الخبر. عايزين اسم نكرة،
كلمة أبناء. واحدة تاني معرفة، نقول المصريون مثلا وخلاص. عندك طبعا كلمات كتير أولها ألف ولام، مفيش مشكلة. ادخل على الجمل كان وأخواتها. أنا سعيد بالنجاح، كنت سعيدا، وبالنجاح تتكتب زي ما هي. هو مخلص، كان مخلص، أو أصبح مخلص لو عايز تكتب حاجة تاني. أنتم بارعون، أصبحتم بارعين. أبوك ذو فضل عليك، مثلا نقول ظل أبوك ذا فضل، وكمل فضل عليك آخر كلمتين. بعد كده هنا رقم ده قالك حول الاسمية لخبر مفرد. المعلم شرحها واضح، هيبقى واضح الشرح. تمام. بعد كده 12 غذاء الروح. الروح هنا مضاف إليه، مجرور بالكسرة. ويقبل عليها المثقفون، عندنا فاعل مرفوع بالواو. تمام. بوطنكم، عندنا هنا هتبقى الباء حرف جر، ووطن اسم مجرور، اسم مجرور بالكسرة. تمام. عايزين اسم نكرة، مثقفين. واحد تاني معرفة، القراءة. خبر لمبتدأ، تنمي. نوعه جملة فعلية. خبر لناسخ بس يكون شبه جملة من. تمام. هنا عندنا كي اختر كي تصيروا مثقفين. تصيروا هنا عندنا طبعا دي جملة فعلية. هم يقبلون على القراءة، اجعل الخبر مفرد. هم القابلون. أبوك ذو علم، ادخل فعل. هنقول مثلا كان أبوك وذو دي هتبقى ذا. تمام. وبقية الجملة زي ما هي. نشاط 13 سيظل المصريون. اسم ظل مرفوع بالواو. بكل سرور هتبقى سرور مضاف إليه، مجرور بالكسرة. ليردوا الجميل مفعول به منصوب بالفتحة. بعد كده استخرج اسم معرفة بس بإضافة ضمير، لأوطانهم. عايزين اسم نكرة، دوما. عايزين خبر لفعل ناسخ، يعتزون. نوعه جملة فعلية. بعد كده عندنا ظل أبي حريصا على تعليمنا. الخبر هنا كلمة حريصا، طبعا دي مفرد. كان حموك ذا علم. ظل اللسان يكرم صاحبه. خبر ظل يكرم، نوعه فعلية، جملة فعلية. تمام. بعد كده نشاط 14 اكتب بخط النسخ والرقعة عشان خطك يتحسن. بعد كده 15 اطلب من اي حد انه يمليك فقرة مثلا مكونة من سطرين عشان كتابتك تتحسن. تمام. لو كنت بكتب على الشاشة بسرعة، انت وقف الشاشة وانقل براحتك الاجابات، وبعد كده كمل معايا الفيديو. ويا ريت توقف بعد كل سؤال علشان الاسئله ما تدخلش في بعض بالنسبه لك. تمام. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وانتظروني فيديوهات تانية كتير. لو حد عنده اي سؤال تقدروا تكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.